السلام عليكم كل متابعين قناه اعزائي، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. اسعد الله صباحكم بكل خير. النهارده الاربع 13 ديسمبر من امام شواطئ منطقه الشاطبي. الاجواء النهارده ايه؟ من الصباح الباكر او من الفجر الجو بيشتي نزول امطار، ولكن على فترات. كميه الامطار ما بين قليله ومتوسطه، يعني في اماكن فيها شتاء وفي اماكن ما فيهاش، في اماكن فيها شتاء متوسط وفي اماكن فيها شتاء ضعيف، في اماكن ما فيهاش شتاء خالص. اهم حاجه النهارده لازم ناكدوا عليها ان الشتاء عندنا مش نوات بس، سبحان الله. شتاء عادي، شتاء عادي، يعني ممكن تشتي الصبح، ممكن تشتي الظهر، ممكن ما تشتيش خالص. ولكن موضوع النوات ده طبعا كله باذن الله بتبقى عباره عن زياده في كميه الامطار، او زياده في وقت نزول الامطار، او زياده في تغير الاحوال الجويه. يعني ممكن النوه لو جت باذن الله تقعد 5 ايام شتاء متواصل، 3 ايام شتاء متواصل، رياح شديده، ارتفاع للامواج، انخفاض شديد درجات حراره. ولكن احنا حاليا في فصل الشتاء العادي، يعني احنا متوقعين باذن الله شتاء في اي وقت، نزول امطار في اي وقت، انخفاض حراره في اي وقت. اللي ما عندوش فكره رابط الشتاء عندنا بالنوات، لا، احنا عندنا النوات ايام عاديه، ظروف عاديه متعودين عليها. ولكن سبحان الله، سبحان الذي يغير ولا يتغير، ممكن النوه تيجي وممكن ما تجيش. النوه عباره عن ظاهره مناخيه طبيعيه، ما الا عباره عن خير زياده. زي حضرتك لما بتروح كده لمحل الفول والفلافل تقول له اديني فلافل 5 ساده ويزود لي حشو ال5، يعني بتزود حشو للفلافل. او تقول له حط لي على الفول زيت وملح وليمون، او تقول له حط لي على الفول بليله. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد عن اسكندريه يوصل لكم. الاهم ما تنسوش ادعمونا بالاعجاب من اسفل الفيديو. بالنسبه لحركه الصيد، غالبا والواضح ان النهارده حركه الصيد متوقفه، والله اعلم ان مفيش ولا مركب في الميه، لا صغيره ولا كبيره ولا عريضه ولا بسيطه، مفيش ولا مركب. حاليا واحنا بنصوروا في برق ورعد، اصواتهم ممكن تكون ظاهره في الفيديو. حركه الامواج متوسطه، يعني عاديه او متوسطه. اهو مستاجرين الشواطئ، شاطئ السلسله، ما زالوا ناصبين او واضعين الكراسي والشماسي، حتى لو كانوا راجعين لورا شويه بسبب ارتفاع الامواج نسبيا. في المجمل الاجواء رائعه، بل اكثر من رائعه، اجواء جميله جدا جدا. امبارح صورنا بالليل في المنظره شرق اسكندريه، ولكن لسه ما نزلناش فيديو. المنظره بالليل خاويه من المصيفين والضيوف، وتكاد تكون على البحر خاويه من الاهالي. هقول لكم ليه ده، بس ان شاء الله تتابعونا في الفيديو بتاع المنظره. اللي ما عندوش فكره احنا فين، احنا في المكان المفضل اللي بنصوروا فيه على طول في منطقه الشاطبي. على يمين الصوره اللي ما عندوش فكره، مستشفى الشاطبي للولاده والاطفال تتبع جامعه اسكندريه كليه الطب. خلفها المجمع النظري لجامعه اسكندريه، اداب، تجاره، حقوق، تربيه، سياحه وفنادق. شارع بورسعيد خلف المستشفى. امامنا ايضا مكتبه اسكندريه وقاعه المؤتمرات الرئيسيه في اسكندريه والقبه السماويه وجنينه السلسله وتمثال عروس البحر ومنطقه القطريطه، ثم منطقه محطه الرمل، المنشيه، بحري، انفوشي، سياله، راس التين. صباح الخير عليكم جميعا، اجواء جميله. لو نازلين النهارده ان شاء الله تشرفونا. الى الان حوالي الساعه 9 صباحا. الاجواء جميله جدا جدا جدا، اجواء شتويه بامتياز. الجو على كده ما زال دافي، الجو ما زال دافي، يعني اقل لبس تقيل هتكون ماشي وانت مبسوط. والله في ناس في الميه حاليا، وفي ناس اهي بتتريض، وفي ناس لابسين نص كم. الاجواء ما زلنا في الاجواء الجميله جدا جدا جدا.
اللي ما عندوش فكره ايضا امامنا مبنى اداره الجامعه، وامامنا من مناطق الشاطبي، كامبشيزار، ابراهيميه، سبورتنج، كليوباترا، سيدي جابر. للي ما عندوش فكره، اتمنى اكون اسعدناكم. حابين اصبحوا عليكم، صباح الفل، صباح الخير. حاجه اخيره برضو كنا سالنا فيها، هل بالنسبه للنوات اللي بتاثر بيها اهل اسكندريه اللي موجودين على البحر فقط؟ سبحان الله، دي كلها حاجات ربانيه. يعني لما يكون في نوة باذن الله كل اسكندريه بتاثر فيها، ولكن على درجات متفاوته. يعني الريف في اقصى الشرق واقصى الجنوب بيكون عندهم الاحساس بالنوة اقل، ولكن طبعا بيكون عندهم شتاء، بيكون عندهم انخفاض درجات الحراره، ولكن الاقرب للبحر هم اللي بيحسوا اكتر بالنوة بسبب ارتفاع الامواج وشده الرياح والبرق والرعد وقربهم للبحر. اشوفكم على خير، صباح الفل عليكم جميعا.